أنا اسمي فريال، عمري 30 سنة، متجوزة وعندي 4 أولاد. أنا خلفت أولادي ورا بعض لأن زوجي كان حابب كده، بس الصدمة كانت في أول طفل ليا. أنا كنت من عيلة متوسطة الحال، وأهل زوجي كمان كانوا من نفس المستوى. أنا ما كنتش مهتمة بالدراسة، كنت بروح المدرسة بس ما كنتش بحب إني أذاكر، وأمي دايما كانت بتفضل تعايرني وتقولي إخواتك كلهم متفوقين، مفيش غيرك انت بس اللي مستواكي كده. أنا بصراحة ما كنتش ملتزمة، وكنت بصاحب البنات اللي كانوا ماسكين تليفونات وبيتكلموا مع شباب، وانا كنت بتعلم منهم وبقلدهم في تصرفاتهم دي. امي دايما كانت بتتخانق معايا وتقولي عيب عليك اللي انت بتعمليه، اخواتك كلهم محترمين وتصرفاتك دي هتحط لهم راسهم في الارض. اخدت الاجازة من المدرسة وقعدت في البيت، كنت قاعدة فاضية وزهقانة، فطلبت من أمي تجيب لي تليفون علشان أتسلى بيه. أمي قالت لي مستحيل، مفيش غير التليفون هو اللي عطلك عن دراستك، وزعلت مني وقعدت تتخانق معايا. أنا قعدت كام شهر في البيت، وبعدها رحت لأمي وقلت لها أنا حابة إني أتعلم حرفة وأشتغل، وفضلت وراها لحد ما اقتنعت، وهي كمان أقنعت بابا اللي كان بيوافق على أي حاجة بتقولها أمي. كان دايما بيقول لها بناتك دول مسؤوليتك وانت اللي عارفاهم وتعرفي مصلحتهم. ماما قالت لي مفيش مشكلة، اعملي تدريب وهو في سنتر قدام البيت روحي واتدربي فيه على الحرفة اللي انت عاوزاها، وحسك عينك تقوليلي انك عاوزة تتدربي في اي مكان بعيد عن البيت، لانك طبعا عارفة اني مش هوافق. وانا طبعا ما كنتش حابة كده، انا كنت عاوزة اروح في مكان بعيد عن البيت علشان الاقي راحتي، بس اضطريت اني اروح للسنتر ده اللي كان قريب من البيت. سألتهم بس للأسف ما كانش عندهم تدريب، فرحت لأمي وانا طايرة من الفرحة، قلت لها مفيش عندهم تدريب للناس الجديدة، حتى روحي معايا واسألي بنفسك. انا كنت حابة اشتغل كوافيرة لان شغل الخياطة والتطريز ده انا ما بحبوش، انا بحب شغل الكوافير والميك اب والاشياء اللي زي دي. وبالفعل راحت امي وسألت في المكان ده وعرفت ان كلامي صحيح، علشان كده اضطريت اني اروح مكان تاني بعيد شوية، وعلشان اوصل للمكان ده بركب مواصلتين، والحاجة دي طبعا فرحتني جدا لاني لقيت راحتي في السنتر ده. بدأت تدريب وكنت شاطرة جدا في المهنة بتاعتي، وفي وقت قصير اتعلمت كل الشغل اللي بيتعمل في السنتر. وامي لما شافتني كده فرحت جدا. بعدها انا قلت لها اني عاوزة اشتري تليفون لان في اوقات كتير كنت بتأخر في السنتر، وهي كانت حابة تطمن عليا. قالت لي مفيش مشكلة، وفعلا راحت واشترت لي تليفون، واليوم اللي اشتريت لي فيه تليفون كان اسود يوم في حياتي. فاتوا شهور وانا كنت لسه في المدرسة، وكمان كنت بقيت متمكنة في الحرفة بتاعتي. وبعد فترة اتعرفت على شخص كان بيشتغل ميكانيكي، كان بيشتغل في ورشة قريبة من المكان اللي بشتغل فيه. هو كان كبير عني بكتير، حتى في البداية اول ما شفته كنت فاكرة انه متجوز، بس هو كان كل ما اعدي من قدامه بيقعد يبص عليا ويفضل يشاور بايده كده، يعني كان عاوز الرقم بتاع تليفوني. انا في البداية كنت بتجاهله، بس من بعد ما لقيته مصمم صحباتي قعدوا يلحوا عليا، وبما ان الزن على الودان اقوى من السحر فانا وافقت وكتبت له الرقم وبعت له الرقم مع واحدة صاحبتي. هو اتصل عليا في نفس اليوم وقال لي انه ليه فترة بيدور على الرقم بتاعي، وقال لي انه غرضه شريف وحابب انه يتجوزني، وقال لي كمان ما تفكريش اني من الشباب اللي بيلعبوا بالبنات، انا نيتي خير وغرضي شريف، والشيء ده خلاني اتعلق بيه. وفضلت اتواصل معاه بالتليفون، ما كنتش بقابله كتير لان اهلي كانوا مشددين عليا في موضوع الخروج، ما كانوش بيسيبوني اخرج لوحدي ابدا، ولما كنت بحب اقابله كنت بزوغ من المدرسة، ودي طبعا تصرفات غلط انا عملتها ومعترفة بيها، وما انصحش اي بنت تعمل اللي انا عملته ده. بعد فترة جت امي وقالت لي انت لازم تفتحي صالون تجميل خاص بيكي وتشتغلي لنفسك بدل ما انت بتتعبي وتشتغلي لغيرك. وبالفعل اجرت مكان وفتحت صالون لوحدي، ومن هنا بدأت معاناتي مع الشخص اللي كنت مرتبطة بيه. وفي يوم قلت له انت لازم تيجي وتتقدم لي، لان انا اهلي لو عرفوا هيقفلوا لي المحل وهيحبسوني في البيت. قال لي انا ظروفي في الوقت ده ما تسمحش، انا كنت حابب اني ابني شقة في بيت اهلي. قلت له انا دلوقتي بشتغل وعندي فلوس وانت كمان بتشتغل، مفيش مشكلة لو جمعنا فلوسنا على بعض واجرنا شقة، وبعد ما نتجوز نبني بيتنا براحتنا، انما ما ينفعش تفضل معلقني كده طول الفترة دي. وفضلنا نتخانق مع بعض كتير وزعلنا كام يوم، ومن بعدها هو جو خطبني واهلي وافقوا عليه وعملنا خطوبة، ومن بعدها كتبنا الكتاب. قعدنا فترة بنجهز في حاجتنا، وهو كان بيجي عندنا كتير في البيت، كان بيقعد معايا وبيقعد مع اهلي، وكمان في مرات كتير
كتير كان بيوصلني بالعربية لحد باب البيت قدام بابا وقدام اخواتي، ومحدش كان بيتكلم معانا لانه خلاص كان كاتب كتابه عليا. بعد فترة جه خطيبي وقال لي شوفي انا بعمل كل جهدي علشان نخلص شقتنا وتدخلي فيها وهي جاهزة من كل شيء، اما لو انتي مش حابة انك تصبري فمش قدامنا غير حل واحد، هو اننا نتجوز في شقة امي وبعدين نبقى نكمل شقتنا براحتنا. انا في الاول موافقتش وقلت له بصراحة انا مش حابة اني اتجوز في شقة حماتي، انا حابة اني استقل بحياتي من البداية، وكمان انا بسمع كتير ان اللي بتتجوز مع حماتها في نفس الشقة مش بتاخد راحتها ودايما بتحصل مشاكل. وقفلنا الموضوع وما اتفقناش على حل. من بعدها هو كان بيجي عندنا البيت وكان بيوصلني بعد الشغل، لحد ما في يوم جه وقال لي انت زوجتي قدام ربنا وقدام القانون وتقدري تعملي معايا اي حاجة. انا زعلت منه وقلت له مستحيل يحصل بينا اي شيء قبل ما نكمل فرحنا، واتخانقت معاه وزعلنا مع بعض وفضلت مخصماه وقفلت تليفوني لمدة اسبوع، لحد ما فاجئني انه جه وجاب امه معاه عندنا للبيت. امه قالت لي انا عارفة اننا اتأخرنا عليكي في ميعاد الفرح، معلش يا بنتي هي الظروف كده، ايه رأيك تتجوزي عندي في الشقة ومن بعدها تبقوا تكملوا شقتكم براحتكم وتطلعوا وتقعدوا فيها. وقعدنا نتناقش كتير جدا لحد ما اتفقنا ان خطيبي هيستلف مبلغ علشان يكمل باقي الشقة ومن بعدها هنتمم الفرح. عدى على الموضوع ده 15 يوم. في اليوم ده انا كنت في السنتر عندي، السنتر كان مليان بالبنات لان انا كان عندي عروسة وجت هي وقرايبها علشان يعملوا ميك اب وحاجات زي كده. كنت مشغولة جدا وبالعافية قدرت اخلصهم على الساعة 9:30 بالليل. هو رن عليا وقال لي اسمعي انا هاجي علشان اوصلك للبيت. قلت له لا مش هينفع انا هروح لوحدي. وبعدها اتفاجئت بيه انه جه عندي الصالون، انا كنت نازلة من على السلم لقيته دخل عندي. قلت له في ايه انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لي في ايه انا زوجك انت نسيتي ولا ايه؟ انا كنت خايفة ومتوترة جدا لانه اول مرة بيجي عندي الصالون وانا كنت قاعدة في المكان لوحدي، وفي لحظة ضعف حصل اللي حصل. ومن بعدها كان كل شوية بيجي عندي المكان بحجة يعني انه يوصلني، وكان بيحصل اللي بيحصل. انا كنت بزعل منه وبقول له انت مش امين عليا، كان بيقول لي انت زوجتي امام الله ومش بنعمل حاجة حرام. مر علينا شهر واحنا على نفس الحالة دي. من بعدها ابتديت احس نفسي اتغيرت وحسيت ان جسمي اتغير لحد ما ابتديت اتعب تعب شديد وما كنتش بقدر اروح للصالون، وكنت دايما تعبانة وعاوزة انام. امي قالت لي في ايه مالك انت تعبانة ولا ايه؟ قلت لها معلش من ضغط الشغل، لان انت عارفة ان احنا في الصيف وده موسم افراح وكل يوم والتاني عندي عروسة ومعاها اخواتها واصحابها وبالعافية بقدر اخلصهم، وانا ما كانش على بالي ان الكارثة الكبرى حصلت وحصلت قبل فرحي. مر عليا اسبوع ما كنتش بطلع من البيت وما بقومش من النوم وحتى ما كنتش بقدر اني اكل. التعب زاد عليا وابتدت تحصل عندي اعراض القيء. انا شكيت فكلمته في التليفون، قال لي وفيها ايه انا زوجك ومحدش يقدر يتكلم معانا. فرحت على الصيدلية علشان اشتري اختبار حمل وقلت اجرب اعمله ويا رب ما يكونش اللي في بالي حصل. عملته وكانت الصدمة ان طلع لي شرطتين. انا اترعبت وما قدرتش اني اتحرك، قلت اعمل ايه لو الناس عرفوا هيعايروني واتفضح، ولو حاولت اني انزل الجنين كده هغضب ربنا. كلمت خطيبي واتقابلنا وقعدت اتكلم معاه وقلت له شوف ضروري في اسرع وقت نحدد ميعاد الفرح، لازم نتصرف وبسرعة نسكن مع امك او نأجر بره، المهم ان الموضوع يتم وبسرعة علشان اتستر وما تفضحش. هو كان بارد واعصابه هادية وما كانش حاسس بالكارثة اللي انا فيها. انا قعدت افكر وقلت هجيب كل الفلوس اللي معايا واديها له علشان نشطب باقي الشقة ونتجوز، وبالفعل ده اللي حصل. مر شهرين وعملنا فرحنا ورحنا لشقتنا انا وهو. انا بطني كانت صغيرة وما كانتش باينة وفات كل شيء على خير. ومن بعدها بشهر رحت لحماتي وقلت لها انا حملت الحمد لله، وهم طبعا ما كانوش يعرفوا اني حامل من قبل الفرح. انا كنت بقول لها وانا بتنفض ما كنتش عارفة اعمل ايه. هم فرحوا وباركولي لان طبعا دي حاجة طبيعية ان اي عروسة ممكن تحمل بعد الفرح بشهر. عدت فترة الحمل بتاعتي ورحت علشان اولد، واليوم اللي اتحددت فيه ولادتي كنت مرعوبة. قلت يا رب انا هقول لهم ايه. المهم ان انا رحت لحماتي وقلت لها انا تعبانة وحملي في خطر، والدكتورة قالت اني لازم اولد في الشهر السابع، وانا طبعا كنت وصلت للشهر التاسع، بس انا قلت لهم كده علشان لو حسبولي ما يشكوش اني حملت من قبل الفرح. ردت سلفتي وقالت لي ازاي هتولدي في الشهر السابع؟ قلت لها عادي دي حاجة عادية وممكن تحصل مع اي واحدة. انا حسيتها ان هي شكت فيا وبالفعل هي اللي كشفتني وابتديت اتعاير بسببها. المهم ولدت وفات اليوم ده وخلفت ابني الحمد لله، لكن الفرحة ما كملتش لان جت حماتي وسلفتي علشان يطمنوا عليا. هم واقفين جت الدكتورة علشان تكشف عليا بعد الولادة. بصت عليها حماتي وقالت لها خير الحمد لله مش الطفل عايش وبخير؟ قالت لها اه الحمد
الحمد لله هو بخير وطبيعي 100%. ردت سلفتي وقالت لها ازاي، مش هي والدة في السابع والطفل اللي بيتولد في السابع مش بيعيش ولازم بيحتاج حضانة؟ بصت فيها الدكتورة وقالت لها لا لا لا، الطفل ده طبيعي والأم حملت وولدت في الشهر التاسع، يعني ده شهرها. أنا كنت بسمعهم وبتمنى الأرض تنشق وتبلعني. خلاص سر انكشف وعرفوا إن الطفل ده أنا حامل فيه من قبل الفرح. قعدوا يبصوا لبعض بصات دبحتني، ومن بعدها حماتي قالت لي خير ايه اللي حصل. أنا فضلت ساكتة ومحبتش إني أتكلم معاهم. هم فهموا طبعا وخدوا بعضهم ومشيوا. من بعدها كلمت زوجي وفضلت أبكي، قلت له انت السبب، انت اللي حطيتني في الموقف المحرج ده، انت اللي خليت راسي في الأرض. هو قال لي محدش له إنه يتدخل، ده ابني وانا خلفته بالحلال، ما جبتهوش في الحرام، انا جاي وهعترف لهم بكل شيء. قلت له خلاص ما تتعبش نفسك، هم مشيوا وانا بكره هخرج من المستشفى، بس انا لازم اسيب البيت ده وما ينفعش اعيش معاهم، هم مش هيسيبوني في حالي ومش هيبطلوا يذلوني ويعايروني. هو قال لي ازاي نسيب بيتنا، احنا هنفضل في البيت وخلي حد يتكلم معاكي نص كلمة. فاتت الايام وانا كنت بربي ابني، وطول الوقت اهل زوجي بيتكلموا عليا، وحماتي لو حد جه وبارك لي تقول له دي جايباه معاها، دي جايباه معاها، هو صحيح ابني بس هي جايباه معاها. المهم فضحتني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، والمشكله انها بتيجي قدامي وتعاملني عادي، حسبي الله ونعم الوكيل. انا حبيت احكي لكم قصتي علشان تستفادوا من اللي حصل لي. مفيش واحده تفكر تعمل في نفسها زي اللي عملته في نفسي وتعرض نفسها للاهانه والذل ده. هو صحيح زوجي واحنا ما عملناش حاجه حرام، بس اهم شرط للزواج هو الاشهار، علشان تدخلي عند اهل زوجك وانت راسك مرفوعه ومفيش اي حد يقدر يمسك بكلمه. قضيت فترة كبيرة وانا شايلة الهم وانا مرعوبة على سمعتي وسمعة اهلي. انا الشخص اللي معايا كان شخص محترم وكمل معايا للاخر، بس انتي ما تضمنيش الشخص اللي قصادك ممكن يعمل ايه. وشفت مواقف كتير لبنات بيتعرضوا لنفس الموقف ده، والزوج واهله بيتخلوا عنها وما بيوافقوش انهم يعترفوا بالطفل. انا صحيح عملت فرح بس ما حسيتش باي طعم للفرحة، وضيعت فرحة عمري في القلق والخوف من الفضيحة. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.